لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أديت هذه الأمانة ونصحت هذه الأمة، وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخ الكريم، اليوم نحن في 3 أعياد. العيد الأول هو يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، والذي يحتفل فيه المسلمون بأداء هذه الشعيرة العظيمة. هذا أول عيد. العيد الثاني أيها الأخ الكريم، أنك في شهر رمضان، وشهر رمضان أنزل فيه القرآن، فالقرآن هو هدية الله لأمة الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما العيد الثالث والذي نحن بصدد الحديث عنه، افتتاح هذا المسجد، وكما ترون منظر بديع عظيم وهبه رب العباد سبحانه وتعالى لرواد هذا المسجد ولرواد هذا المكان. ولا بد أن تعلم أيها الأخ الكريم أن المساجد في الأرض هي بيوت الله سبحانه وتعالى، فكن أنت من زوارها، واعلم أن المكافئ لك هو الله سبحانه وتعالى. تدخل أنت بيت الله فتشعر بالأمن وتشعر بالأمان وتشعر بالراحة والسكينة، لأنك ضيف الله. فإذا كنت ضيف الله، حقا على رب العباد سبحانه وتعالى أيها الأحباب أن يكرم ضيوفه. فبيوت الله في الأرض هي المساجد، ونحن أمام معمار جديد طيب
ترتاح له النفس. فوجب على كل واحد من رواد هذا المكان أن يحافظوا عليه ويجعلوه نصب أعينهم، لأن هذا هو إرادة الله سبحانه وتعالى في خلقه. مساجد الله في الأرض، مساجد الله اختيار الله، واختيارك أنت المكان. أما المسجد الحرام المسجد الوحيد الذي هو اختيار الله مكانا وزمانا. ورب العباد أيها الأحباب نادانا جميعا أننا لا بد أن نحافظ على بيوت الله، ونعلم أن المكافئة لمن أنشأ هذا المسجد أو غيره هو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله كان حقا على رب العباد سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له قصرا في الجنة. ولو كمفحص قطاه يعني عش الطير. شوف اليمامة لما بتقعد وتعمل عش كده، حتة صغيرة كده، اللي بيساعد في بناء مسجد ولو بالكلمة الطيبة ولو بالصدقة أجره عند الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان صغيرا. فالمكافأة الكبرى أن الله يوم القيامة يبني له بيتا في الجنة. لا إله إلا الله. فكن أنت من رواد بيوت الله، وكن أنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. روحه بتروح في المسجد وبترتاح في المسجد، وتعلم أن عطاء الله سبحانه وتعالى هو عطاء ممتد. فإذا جئت بيت الله في أي وقت حافظ عليه، حافظ عليه، واعلم أنك إذا جئت لا بد أن تكون نظيف الثياب، لا بد أن تكون رائحتك طيبة. إذا شمها مسلم ارتاح قلبه لهذا النداء. فإذا دخلت أنت بيت الله ووجدت ولو شيئا قليلا من القمامة أو من غيرها، قم أنت ونظفه، لأن المكافئ لك هو رب العباد سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب ضرب المثل في امرأة كانت تقم المسجد، تلم الحاجات من الجامع كده وتنظفه وترعاه. مسجد سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ذات يوم لقى الحاجة اللي بتشيلها كل يوم موجودة، فسأل عنها: أين أم محجن؟ قالوا: يا رسول الله لقد ماتت. لا إله إلا الله. الذي منعها من أن تنظف المسجد هو الموت فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم لم تبلغوني بذلك؟ قالوا: إنك كنت نائما وقت القيلولة، ماتت الظهر وانت حضرتك كنت نايم، غسلناها
وكفناها وذهبنا بها إلى المقابر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، لأنها امرأة بأمة، دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ودلوا النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، فوقف عليها، صلى عليها صلاة الجنازة، أو بمعنى أدق صلاة الغائب من الجنازة. يعني يجوز للإنسان من صلاة الغائب شرعت من هنا، من أم محجن ومن النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الذي كان في بلاد اليمن، وقيل أنه لم يظلم عنده أحد، فلما مات وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الجنازة، صلاة الغائب، هياها، وهي التكبيرات، وهي كل شيء. فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأخ الكريم، وصلى على أم محجن صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك بشرهم وقال: تعلمون أن هذه المقابر كانت مظلمة على أهلها، فلما صليت عليها صلاة الجنازة أضاء لها رب العباد سبحانه وتعالى بفضل أم محجن نور لكل هذه المقابر. فامرأة عظيمة كرمها رب العباد سبحانه وتعالى وجعلها في أعلى الجنان يوم العرض على رب العباد سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بيوت الله في الأرض بيوت مباركة ناداها رب العباد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، اللي هيدخلوها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكلمة بيوت مفردها بيت، والبيت من البيتوتة، مكان الراحة، مكان السكينة. انت زعلان، غضبان، حزين، تعال المسجد واقعد مع ربك سبحانه وتعالى وادعوه وتقرب إليه. حتى قيل أن هناك رجلا ممن لا يسألون الناس إلحافا، فقير لكن ما بيسألش حد أبدا، بيمدش إيده أبدا، ولا يقف على الأبواب ولا هنا ولا هنا ولا هناك، ممن لا يسألون الناس إلحافا. قالوا له: ده فلان بيعامل. قال لهم: لا، أنا سأذهب إلى ربي وأدخل بيت الله سبحانه وتعالى. فلما دخل المسجد نادى ربه: يا رب إني فقير، يا رب إني عطشان، وهكذا وظل يدعو ربه. فإذا بهاتف يذهب إلى مالك بن دينار رضي الله عنه ويقول له: قم إلى المسجد فإن هناك رجلا يستغيث بنا، إن هناك رجلا يستغيث بنا، اذهب بالمال والطعام وأطعمه. فلما جاء إليه وأطعمه وسقاه
وأعطاه المال. قال: ألك حاجة عندي؟ قال: والله أبدا، لا أجد حاجة عندي، حاجتي عند من أرسلك، حاجتي عند من أرسلك. يبقى المساجد والتحفة المعمارية العظيمة اللي انت قاعد فيها، تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى أكرم أهل هذا المكان ورواد هذا المكان بهذا الافتتاح الطيب المبارك، وخاصة ونحن في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي كرم فيه أمة الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. اسمع اسمع، في غزوة بدر في رمضان قائدها كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم، أسروا أناسا من المشركين، أسروا أناسا من المشركين. فلما أسروا أناسا من المشركين كان واحدا منهم رآه النبي غضب وحزن. من هو؟ عمه العباس بن عبد المطلب. فقال: نقبل الفداء، كل واحد من دول يجيب فداء ونسيبه يعود. الأنصار قالوا: لا، لن نقبل الفداء إلا إذا قتلنا العباس عم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بسيدنا عمر قال له: ما لي أراك حزينا يا رسول الله، ما لي أراك مهموما؟ قال له: طوال الليل لم أنم، لأن الأنصار قررت أن تقتل عمي، ورغم أنه مشرك، يعني لسه ما أعلنش إسلامه، هو عمي. قال له: أذهب وأتحدث معهم؟ قال له: اذهب يا عمر وتكلم معهم. فلما ذهب بيتكلم سيدنا عمر، يوم هيتكلم مع مين؟ مع القائد، مع الكبير سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه. قال: يا سعد. قال: نعم يا عمر. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان للقرار الذي أخذتموه بقتل عمه، هتقتلوا عمه. قال: هو غضبان على ذلك؟ وقال: نعم، ويريد أن تأخذوا الفدية. قال: طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان عفونا عنه ولم نأخذ فدية في عمه العباس. حبيبي العباس رضي الله عنه مات في عهد سيدنا عثمان، عاش كتير، عاش عمر كبير من السن ومن العمر، وأظهر ما أظهر من وقوفه جنب ابن أخيه. تعرف سيدك الحبيب صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيقولوا له: أنت أكبر أم رسول الله؟ سؤال يا عباس. قال لهم: نعم. أنت أكبر أم رسول الله؟ استحى إنه يقول إن أنا أكبر من رسول الله، استحى، هيقول إزاي إن أنا أكبر وهو أكبر في السن؟ قال: رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. شوفوا الأدب، شوفوا الأدب. سيدنا العباس في المحنة الكبيرة التي حدثت لآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، جه لستنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وقال لها: يا زينب. قالت له: نعم. قالت له: نعم. قال لها: اخرجي من هذا البلد، سيبيك من مكة والمدينة والبلاد دي. قالت له: روح فين؟ قال لها: اذهبي إلى مصر. الله الله، اذهبي إلى مصر
فهناك أناس يحبونكم لله، وهناك أناس يحبونكم قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشارت بعد ما حدث من كربلاء وقتل وغيره وتشريد، أجمعت ما تبقى من آل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت بها إلى مصر. يا سلام يا سلام. والي مصر أيها الأحباب في هذا التوقيت كان اسمه إيه؟ مسلمة بن خويلد. اسمه إيه؟ مسلمة ابن خويلد. مين اللي معينه؟ مين اللي حطه في الوظيفة دي؟ اللي حطه في الوظيفة دي الأمويون. يعني المفروض يبقى ولاؤه للأمويين. إن أنا أنت اللي جايبني، أنت اللي جايبني في المنصب، يبقى الولاء لك. لما علم أن زينب في طريقها إلى مصر أخذ المصريين، عشان تعرفوا أجدادكم كانوا بيعملوا إيه. أجدادكم أنتم. أخذ المصريين ليقابلوا ما تبقى من آل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. فلما خرج المصريون خلعوا نعالهم، لا إله إلا الله، استحوا أن يقابلوا زينب، وكل واحد فينا لابس الحذاء بتاعه، قلعوا الأحذية وقابلوها حافيين. الوالي الحاكم والشعب كله ذهب إلى بلبيس في الشرقية لاستقبال ستنا السيدة زينب لما حدث لها من بلاء وتشريد وأشياء كثيرة. فلما خرج المصريون لاستقبالها على هذا الوضع رأتهم، الله، ده مسلمة بن خويلد اللي معينه الأمويين جاي على رأسهم، ما خافش من المنصب بتاعه انه يزول، لا، قال ده دول آل بيت الحبيب وإشارة العباس رضي الله عنه وأرضاه. فلما وقف ورأت ذلك بكت بكاء شديدا، حتى أنها قالت المصريون يخرجونني من الحزن ومن الكرب، يخرجون ما بداخلي من حزن ومن كرب. أيها المصريون، نعم نعم، ما تقولين؟ قالت نصركم الله، نصركم الله، أيدكم الله، آواكم الله كما أويتمونا، نصركم الله كما نصرتمونا، أيدكم الله كما أيدتمونا، لقد جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا. فدعاؤهم ممتد إلى أيامنا وحتى قيام الساعة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله.